أهلا بيكم يا شباب. النهاردة وصلنا الحلقة الرابعة من قناة برمجة ببساطة. إزاي نتعلم الجافا. النهاردة هتكلم عن حاجة مهمة جدا، هي العمليات المقارنة اللي بنستخدمها عشان نعرف القيم دي متساوية ولا غير متساوية، أو أصغر أو أكبر وهكذا. طبعا اللي هيطلع لنا الناتج هو هل أنا دلوقتي بعمل مقارنة، هل دي سهلة؟ هيطلع لي ناتج بترو أو فولس. يعني مثلا 5 إيكوال 5 دي ترو، مثلا 4 إيكوال 2 دي إيه فولس، لأن 4 بتساويش 2 وهكذا. مثلا الأربعة أكبر من الاتنين يجيب لي ترو مثلا أو فولس هكذا. طبعا عشان مطولش عليك تعالى نبدأ. أعمل أول حاجة هنعملها، هنقول مثلا ندخل قيمة انت، نقول له انت اكس بتساوي، خلينا مثلا نقول له انت A بتساوي وليكن 5 مثلا، وهقول له الانت B بتساوي وليكن مثلا 3، وهقول له بقى دي بقى اختصار عشان يكتب لي السيستم دوت اوت دوت برنت بسرعة. أول حاجة أقوم قايل له زائد، حلو، ال A ايكوال ال B. طبعا هنا جايب له ايرور ليه؟ عشان هو كده فاهم إن أنا بحاول أعمل دمج بين، بحاول أخليه يعمل دمج بين نص سترينج ونص إيه إنت، وده طبعا مينفعش في البرمجة اللي هو في الجافا يعني. أقوم حاطط له قوس كده، قوس من هنا، ثانية واحدة. هو كده فهم إن أنت بتعمل مقارنة بتقول له هل ال A بتساوي B اللي هي إيه؟ هل ال5 بتساوي ال3؟ وده اللي هنشوفه. طبعا النتيجة هتطلع زي ما هنشوف دلوقتي، واللي هي هتبقى فولس لأن ال5 بتساويش ال3. وادي الكود بتاعنا اشتغل أهو. تاني حاجة معانا مثلا هنقول له هل مثلا هناخد نفس الكلام ده كده، مثلا خلينا نكتب مثلا int وليكن c بتساوي، خلينا نقول له 5، وإنت A بتساوي 7، وأقوم قايل له تساوي عشان يختصر لي الكلام زائد. طبعا ما تنساش تحط الكواس دي عشان يفهم اللي انت عايز تعمل مقارنة. هتقول له السي نوت ايكوال، يعني هل السي لا تساوي الايه. طبعا هنعرف دلوقتي هنا الايرور عشان حاطين ايكوال، المفروض هي هنا عشان حاطين، بيقول لي هنا في ايرور. ليه ايرور؟ وده اللي هنعرفه دلوقتي، ثانية واحدة. طبعا نعمل مسافة كده، نقف هنا نفهم الايرور. شفت زي ما قلت لك هو هنا فهم ان الفاريبل ده string، فطبعا احنا مفيش string يتقارن مع ال، فهنحلها ازاي؟ طبعا احنا جايين هنا مثلا خلينا نقول له دي كي اهي، وهنيجي هنا مثلا لو حطينا دي كي كده الايه الايرور راح. تعالى الرن كده، طبعا الناتج هيطلع زي ما احنا عارفين ترو، لأن فعلا زي ما طلعنا اهو ترو. وادي الأولى كانت فولس، لأن زي ما احنا عارفين ال5 مش هتساوي ال3 طبعا. بعد كده تعالى مثلا نعرف أكبر ولا أصغر. انت مثلا هنقول له انت اتش بتساوي وليكن 4، وانت ان بتساوي 1. نزل تحت كده أقول له تساوي، دي الاختصار يكون الطباعة تساوي. أقوم قايل له مثلا خلينا نقول له هل مثلا، طبعا مننساش الأقواس، ثانية واحدة أهو. هنقول له مثلا ال H أكبر من ال N، نحط علامة. هنا طبعا لازم نيجي هنا ونحط له القوس التاني عشان يفهم إن إحنا بنعمل المقارنة. طبعا النتيجة معروفة هتطلع زي ما هنشوف دلوقتي، وهي هتطلع لنا
true. ليه؟ هنيجي نشوف كده الكود، لأن فعلا الأربعة أكبر من الواحد، دي حاجة بسيطة جدا. هناخد نفس الكود ده، هنعمل له كوبي كده. طبعا انت اشتغل معايا عملي، هناخد ده كوبي كده عشان بسهل لك الدنيا، وهنعمل حاجة بسيطة جدا. هنغير دي خليها أصغر. وطبعا هنا ايرور ليه؟ لأن هنا الإكس مينفعش يبقى في كود واحد الاتنين، يعني مثلا لو عملنا إتش 1 الايرور راح، لو عملنا ان 2 الايرور راح. طبعا هيرن معانا اهو. وهفكركوا تاني إن دي درس مهم جدا يتذاكر يتك عليه، لأنه فعلا هتحتاجوا كتير جدا. النتيجة طلعت لنا فولس. تعالى برضو في حاجة تانية، وهي هل مثلا وليكن مثلا خلينا مثلا هقول لك ندخل دي مثلا بتساوي 4 وإنت إم بتساوي 9. أقوم جاي هنا أقول له تساوي 4. أقول له مثلا عايز أقول له هل الدي أكبر من أو تساوي الإيه؟ أعملها إزاي بقى؟ هقول له مثلا، هقول له الأول الدي أكبر أو بيساوي الإيه؟ الإم. طبعا الإيرور ليه؟ عشان محطناش الكويس عشان يفهم منا اللي إحنا بنقارن ما بين كده. الإيرور أهو راح. تيجي الرن نستنى الناتج يطلع معانا على طول. النتيجة هتطلع فولس. طبعا مفهومة يعني، لأن دي مش أكبر من الإم اللي هي طبعا الأربعة مش أكبر من 9. طبعا هناخد ده برضو كوبي، نفس الكلام اللي عملناه. أنا بحاول أسهل لك الدنيا مش بحاول أعقد لك الدنيا. عشان طبعا ممكن دي 1 أهي كده الإيرور راح، والإم دي إم 2 مثلا أو إم 1 برضو مش هيفرق حاجة. وهاجي هنا أعديها وأحمل 1، وعلى الإم هعملها 1 وأقوم داخل هنا بدل دي هعملها العكس الناحية التانية عشان أقول له هل الدي 1 أصغر من أو تساوي البي. وده هنشوف يطلع لنا الناتج إيه. طبعا الناتج يطلع لنا بترو. وكده نكون خلصنا كل حاجة زي ما قلت لكم، ومقارنات. وقلت لك الدرس ده مهم جدا. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم عن الشروط اللي هي إف. أشوفكم الحلقة الجاية على خير.